يا صباح الخير، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد وفيديو جديد. هلا انا بهيدا الشهر اذا الله راد مش رح انشر فيديوهات مثل قبل بشكل يعني مكثف. بدي انشر يعني تقريبا كل 3 ايام 4 ايام فيديو واحد، لانه اليوتيوب للاسف بشهر 12 ما بيحقق ارباح، وانا هيك يعني قناتي كتير ضعيفه وارباح كتير قليله، فبشهر 12 يعني بتخف الارباح يعني بشكل كتير كبير، يعني بتبقى معدومة. وإذا بدي انشر بهيدا الشهر بنشر بس كرمال كون أكتف على قناتي. وهلا ترجع على الفيديو. هون أكيد مش اليوم، تقريبا من يومين اجتمعت أنا وأخواتي البنات. قررنا يعني هيك نعمل جمعة، إلنا زمان ما اجتمعنا، خاصة إنه كلنا عنا أولاد، فبتعرفي يعني جمعة الأولاد قد إيه بتكون صعبة، فكل مرة بنأجل. هالمرة يعني عنا فرصة، الأولاد بالمدارس ويعني مجتمعين وكنا كتير مبسوطين. هلا من اليوم كنت مقررة انه خلص يعني ليش لا اتعذب وصور روتين يوم كامل، خلص يعني بجمع فيديوهات مع بعضهم وبدمجهم بفيديو واحد. هيدا الرزق اللي شايفينه قدامكم هو ببيت اهلي. هيدا الارض كلها مزروعة ملفوف وبروكولي وقرنبيط وكمان بصل اخضر. هيدا البيت النيلو هيدا مزروع بندورة. هيدي امي كانت عم تزرع بين البندورة حب لوبيا. الله يخلي لكم امهاتكم، عن جد الام بالبيت بركه. هيدي اللوبيا اكيد مش للبيع، هي بتزرع شوي يعني للعيله، اما البندوره اللي موجوده بالبيت البلاستيك كلياتها للسوق. يعني اهلي ناس مزارعين والزراعه هي مصدر دخل. وهلا تشوف شو عملت غدا. كان بدي اعمل رز، بس الصينية اللي حد الرز لو تعرفوا شو صار فيي، كنت بدي اعمل كيك. بدي اعمل كيك قبل ما يوصلوا الاولاد من المدرسة، واكيد بعمل كيك قبل الطبخة لانه الطبخة يعني بتتاكل سخنة بعكس الكيك. بس شو صار فيي للاسف، الفرن يعني ما بحكي لكم قديه، يعني عن جد بدي فرن جديد. الفرن ما في باب، فانا عملت الكيك فوق وكان ماشي حاله نفخ وكان مثالي، بس لما نقلته على قلب الفرن من تحت بما انه ما في باب وانه اذا بدي بعده عن مسافة النار مش رح يستوي، فانا غلطت غلطتي وقربته شوي فاحترق الوجه، واكيد قلبه ضل ني. هلا هيدا الرز بدي اعمله بخضرة. كنت عاملة بصل وذرة وفليفلة وجزر، وهيدا الرز بعمله يعني على طريقة الكبسة بس بخضرة بلا لحمة. هيدا هو الكيك للأسف. هيدا الباب الفرن ما في باب، يعني عن جد شي بيضوج. خلص ما عاد اغلط هيدي الغلطة مرة تانية، ما عاد اعمل كيك لحتى لي اجيب فرن جديد. وهيدا الرز الحمد لله قرب يستوي. هلا هو الكيك حول الجوانب كان طيب وبيتاكل، بس بالنص كتير احترق وضل ني. انا كنت حط له هيدي كرمال سكره شوي، بس هيدا الفرن عن جد بده كب، يعني حتى الباب التاني اللي بسكر فيه الجرة كمان مخلوعة. هلا انا كل شهر كنت اقول هيدا الشهر بدي اجيب فرن، برجع باجلها للشهر التاني ان شاء الله. يعني بلشنا بالعد العكسي، عن جد بدي فرن. بس الحمد لله هيدا الرز كان طبخته يعني كتير منيح وكان كتير طيب. يلا الحمد لله رب العالمين على كل شيء، لازم نحمد ربنا كل ساعة وكل شوي. وهيدا كان فيديو اليوم، باي.